طب النساء التجميلي هو مجال جديد في طب النساء، حيث يتم إعطاء الأولوية لتمكين المرأة. نتحدث أكثر عن المناطق الحميمة وكذلك الجزء الوظيفي للمرأة. إنه تغيير جمالي وظيفي، أو العمليات التي يمكن إجراؤها على المرأة عند الحاجة وأينما كانت. لذلك يركز طب النساء التجميلي أكثر على المناطق الحميمة أيضاً. على سبيل المثال، تنقسم هذه الإجراءات التجميلية النسائية إلى إجراءات جراحية، وكذلك إجراءات غير جراحية. إجراءات طب النساء التجميلي في العلاجات بالليزر غير الجراحية يمكن أن تعالج سلس البول الإجهاضي، ويمكن علاج ارتخاء المهبل، ويمكن إعطاء حقن أوغستين، ويمكن تفتيح البشرة في المناطق الحميمة، ويمكن أيضاً إعطاء البوتوكس في بعض الحالات في مساحات المهبل وحالات أخرى. إذا لزم الأمر، يمكن أيضاً إجراء حقن البلازما الغنية بالصفائح الدموية لبعض الحالات. في طب النساء التجميلي، بالإضافة إلى الإجراءات غير الجراحية، لدينا إجراءات جراحية تشمل تصحيح الشفرين وتصحيح المهبل، وعمليات ترقيع غشاء البكارة، وعمليات إزالة غشاء البكارة.